السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم المطبخ البلدي مع ام احمد. النهارده هعمل معاكم المكرونه، وهحبش جنبها شويه حاجات، وتعالى اقول لكم بقى هنعملوها ازاي. وهنا حبايبي اهي مقادير المكرونه بتاعتنا. بصوا معايا، هي البهارات: فلفل اسمر معلقه صغيره، نص معلقه كمون، معلقه صغيره بابريكا، نص معلقه بهارات فراخ، ومعايا مرقه وشطه. معايا هنا معلقه سكر عشان بتعادل الصلصه طبعا معانا وبتخليها طعمها جميل وما تعملش حموضه. معايا هنا بصلانه فرماه في الكبه، وهنا برضو فص توم كده، فصين توم حطاهم معاهم، قرن فلفل شطه حراق قوي، ومعلقه خل صغيره. انا بحب احط على المكرونه خل. وهنا معايا صلصه هي انا مسبكاها ومجهزاها يعني. هوريكم بقى نعملوا الصلصه ازاي. وانا المكرونه معايا على النار دلوقتي، لما تتسلق هوريها لكم. بصوا حبايبي، انا حطيت هنا بقى كميه الزيت بتاعتي. معايا البصلايه هنا اهوت، هقعد بقى احمر فيها شويه كده. كده حطيت بصلايه وشويه الزيت وهحمرها واوريها. حبايبي البصله معايا اهي اصفرت اهي. انا هفضي بقى الصلصه بتاعتي اهو. بصوا حبايبي الصلصه بتاعتي اهي كمان حبه برضه. احط بقى ايه، احط البهارات بتاعتي اهي، مرقه الدجاج البهارات كلها. معايا هنا فص الثوم زي ما قلت لكم، والفلفل شطه حراقه انا بحبها، بحب المكرونه تبقى سبايسي كده وحراقه. طبعا انا حاطه على الثومه حبه ملح، وطبعا معايا مرق الدجاج انا هحط هنا حبه ملح كمان اهو كده. حسب برضو الكميه اللي عندي كنت بحط لها ملح. كده بقى تتسبك خالص، واوريكم بقى المكرونه معايا حبايبي اهي اتسبكت معايا. احط بقى وافضي المكرونه، لما افضي المكرونه وانا وانا حبايبي معايا بطاطس اهي، ومعايا بتنجان انا هحمرهم بقى جنب المكرونه واوريها لكم. يا حبايبي انا هحمر البطاطس اهو. بس البطاطس هحمرها واوريها لكم لما تتحمر. حبايبي انا هطلع بقى كده واحط بقى البتنجان كده اهو كده خلاص. بقى البتنجان يتحمر معانا. انا رصيت هنا البتنجان برضو، انا لما يتحمر اوريه لكم برضو. بس حبايبي اهو انا هطلعه برضو كله، هاي الكميه كلها هي هطلعها واوريها لكم. لما نطلعها بقى نعملها في خلطه واوريها لكم برضو. بس حبايبي البتنجان اهو، ودي خلطه انا عاملاها بالثوم والفلفل والليمون وخل وملح. ثوم وفلفل وليمون وخل وملح. ده فلفل حراق بس هو اخضر مش احمر اهو. بصوا فدي كده برضو زي ما قلت لكم، عملت انا معاه قبل كده بس عملته بالشطه الحمراء. بصوا الكميه كلها فضيها عليها، خليها ريحتها جميله وطعمها تحفه. التتبيله دي عامه سيبها بقى تشرب منها، واعمل معاكم بقى المكرونه. وانا حبايبي بقى انا معايا البيض اهو، حطيته على النار هيتسلق برضو معانا من ضمن الوجبه. هي وجبه كده ايه يعني، وجبه غدا جميله ومفيده واقتصاديه برضو. لما يستوي هشيله واقشره برضو واوريكم بقى المكرونه واحنا بنعملها. الصلصه المكرونه معايا هي، طبعا احنا كلنا عارفين بنسلق المكرونه ازاي. طبعا انا حطيت لها ميه على النار، لما غلت حطيت لها شويه زيت وشويه ملح، ولما استوت معايا كده كده الصلصه معايا بقى كده اهو. انا بحب اقلب المكرونه كلها في الصلصه، وبحب احطها في صينيه عشان الصينيه بتخليكي تتحكمي في التقليب كده. بصي
احلى من الحله. انا بحب اعمل في صينيه، اقلب المكرونه كلها اشربها منها. هقلبها كلها واوريها لكم لما اقلبها. بس حبايبي المكرونه بتاعتي اهي، هسيبها بقى تتشرب كويس، واول ما تتشرب افضيها واغرفها واوريها لكم. بس حبايبي اهوت المكرونه لما خلصتها وغرفتها، بس لونها جميل واستوت وبقت تحفه. هحضر لكم بقى الوجبه كلها واوريها لكم. بس حبايبي الوجبه معانا اهي خلاص خلصتها. وجبه بسيطه وسهله يعني كلها توفير، يعني مش اقتصاديه جدا. بصوا معايا المخلل اهوت، جزر وليمون، وهنا البتنجان اللي عملته معاكم، المكرونه، والبيض اهو انا سلقاه، والبطاطس متحمره. يا رب يعجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.